احنا هنا يا جماعه في سوق الميدان في المنشيه. الجو الرمضاني بقى كله نازل يجيب حاجه رمضان وخزين رمضان. كل سنه وانتم طيبين وبألف خير. رمضان كريم عليكم يا رب وبعود الايام. بكام القطايف؟ الكيلو عامل 28 جنيه. طب ينفع تقول لنا القطايف بتتعمل ازاي لست البيت ولا هتبقى سر المهنه دي؟ لا على ايه سر البيت؟ طب قول. دي وميه وخميره بس. ميه وخميره بس. قد ايه ميه وقد ايه خميره؟ لا زي ما انت شايفاها كده حله معايا. بصوا يا جماعه كده هي بتخلوها سايبه كده. انا كنت عاملاها عندي في القناه قبل كده. بس طبعا من الخبره الموضوع بيختلف. بتبقى سايبه هي كلها ميه ودقيق وخميره. بس بنسبه قد ايه الميه للدقيق؟ نسبه قد ايه؟ الميه بتبقى اكتر من الدقيق. يعني مثلا لو نص دقيق يبقى كوبايتين ميه او كوبايه ميه. لا يعني اقل شويه. اقل ميه؟ اقل شويه على حسب الملمس بقى. فبص تبقى هي دي كده هو التقديمه بتاعتها. انا شايفه في كنافه ملونه. كنافه بالفراوله. كنافه بالفراوله؟ دي آلي مش يدوي. ايوه ايه. دي كنافه آلي يا جماعه بالفراوله. في بالمانجا نازله كمان شويه. وفي كمان كنافه بالمانجا كمان شويه. مانجا وشوكولاته. والشوكولاته دي حاجه جديده بقى. ايوه. دي بكام الكيلو؟ ب 40. الكيلو ب 40 جنيه. والعيش اهو. كده الاساس. حضرتك طيب وبألف خير يا رب. هو هتحرق العيش بس. حلواني الحاج منظور هنا يا جماعه. كنافه بقى وقطايف وعيش. والرقاق بكام والحاجات دي؟ 35. الرقاق ب 35 جنيه الكيلو. والجلاش ب 30 جنيه جلاش. والسمبوسه ب 40 جنيه سمبوسه كيلو. والعيش عامل كام المره دي؟ والرغيف بجنيه ونص. وكل سنه وانتم طيبين وبألف خير يا رب. رمضان كريم عليكم. معانا استاذ ايمن سوق الميدان هيعلمنا دلوقتي ازاي كلنا ان احنا نقطع الخرشوف بس بالراحه عشان الناس تاخد بالها بقى. على مالك. اشرح بقى وانت بتعمل ايه دلوقتي؟ بلفها الاول. ازاي بتلفها؟ الف الجنب بتاعها الاول. بصوا كده اهو. بعد كده اقلبها. بعد كده تقلبوها. تاخد القعر بتاعها. والقعر بتاعها كده. بعد كده هفتحها. ماشي. نعمل قرص. طب والقرص بقى نفضيه ازاي؟ انا عارفه بس يعني عشان اخد الخبره منكم عشان انتوا اكتر ناس بتنضفوا الخرشوف بطريقه حلوه يعني. بصوا يا جماعه بيبقى محافظ على لونه ابيض ازاي. دلوقتي يقولوا لنا السر ان احنا نحافظ ازاي على لونه الابيض. ايه اللي في ايدك دي اسمها ايه؟ 25 و24. 24 وده 25. بصوا ال 25 وال 24 وما بياخدش حاجه على التنظيف يا جماعه. حط كده القلب بتاعه. القلم اللي معاك دي اسمها ايه بس؟ كوري. الكوري. اسمها الكوري. بتتجاب منين؟ سيدي غازي. من سيدي غازي فين قرية بقى؟ كفر الدوار. مركز كفر الدوار سيدي غازي. يعني مش هلاقيها في اسكندريه؟ لا. الآلة اللي موجودة هنا. دي المركز الوحيد. متبقاش موجودة هنا. الآلة اللي عاملة زي السكينة. السكينة والكوري بتاع الخرشوف. دي خاصة للخرشوف. خاصة للخرشوف، غير الخرشوف لا. تمام. السكينة صلب. بص السكاكين مش السكينة صلب. السكينة صلب. طب دلوقتي لو ست البيت عايزة تعملها في البيت ما عندهاش الآلة اللي في ايدك هتعمل ايه؟ عادي سكينة عادية. طب ممكن تعمل واحدة قدامك سكينة عادية عشان دي مش متوفرة دلوقتي. أنا عايزة أعرف شكلها يطلع ازاي. أصل أنا ما بطلعهاش بالشكل ده. أنا بطلعها بيضة وزي الفل وكل حاجة وبتقعد معايا فترة. بس أنا ما كنتش بستخدم ملح ليمون بصراحة. كل الحاجات اللي على النت ما كانش فيه ملح ليمون يعني. سكينة عادية بس بص ممكن السكينة تكون باردة معاها. بص السكينة العادية بقى. هي واقفة أساس السكينة واقفة. بس إيه؟ هي بتعمل معانا كده في البيت. هتاخدها بالراحة كده. هتاخدها بالراحة كده أهو. السكينة لازم تكون مسنونة
سكينة صلبة عشان ما تنتناش في الكوز، خرشوف ذات نفسه. لازم تجيب تعملها سكينه كده. مسنون. ما يطلعش معاه مظبوط ابدا، السكينة عمره ما يطلع معاه مظبوط. انا بالنسبه لي كل ده انما بالنسبة للسكينة دي زي ما انت شايفة كده. طب ما دي سكينه برضو حاميه اهي. اه طيب ماشي. السكينة الصلبة ما بتنتناش في الكوز اسمها أصلاً. سكينه صلب. ما بتنتناش في الكوز. ما تتناش. طب ممكن تفضلنا دي من غير الاله؟ غير الآلة ما ينفعش، ممكن بمعلقة لو ست بيت تعملها بمعلقة. انا كلنا بنعملها بمعلقه، لكن الاله دي مش موجوده في اسكندريه للاسف. في منطقه اسمها سيدي غازي. تمام. معلقة ورينا المعلقه بقى، بص المعلقه. كده. بالنسبة لست البيت لو عايزة تعملها في البيت. كام زي بصوا اهي. 25 تمام. و24. نيجي بقى للخلطه بتاعت الميه. ملح ليمون. ملح ليمون بس من غير اي اضافات. ملح ليمون وانت بيدخل كام؟ المية وبيتزود. ب 10 دي ولا ايه؟ بيتزود قد ايه؟ 24. بيتزود قد ايه بقى؟ يعني قد ايه ميه وقد ايه ملح ليمون؟ يعني على مثلا 10 لتر مية معلقة. على 10 لتر ميه معلقه ملح ليمون. طب لو مش حد هيعمل، مثلا حد مش هيعمل كميه كبيره 10 لتر ميه، مثلا حله ميه مثلا ماشي نص معلقة. نص معلقه معلقة تزودها عادي. مش عشان ما يزيدش وما مش يضرش. مضر للصحة حتى لو زودت. والله مش مضر، وبيحتفظ بلونه بقى كده وما بيتغيرش. لأنه كله حديد والملح الليمون بيحافظ على اللون. لو ايه؟ لأنه كله حديد والملح الليمون ما بيخلوش يسود. ملح ليمون بيحافظ على لونه. تمام. ودي برضو نفس الحوار في البطاطس. كام الخرشوف؟ كام 24 و25. وبكام البطاطس؟ كيس ب 10 في كيلو. كيس ب 10 جنيه. 24. يعني 5 جنيه. الناس برضه بتاخده اخضر كده تسلقه. بيسلقوا اخضر كده. بعد ما يتسلق تقشره تعمله زي البابا غنوج. يعني بيفرموه تقصد؟ والله بعد ما ينسلق. بعد ما يتسلق بيفرموه. طب قول الوصفه، قول الوصفه. وصفه اللي انت بتقوله دوت، يعني بيمسكوه مثلا يشووه كده زي بابا غنوج مثلا ولا كده وبنقطم. ايوه تسلقه في ميه. يتسلق. تمام. بعد ما يطلع من الميه بتقشره، فاضل المفيد بتاعه القلب بتاعه. القلب بتاعه اللي انت مقطعه اللي هو ده. اللي هو ده. تعمله بابا غنوج كده. بتحط مثلا عليه طحينه وليمون وثوم والحاجات دي كلها، نفس الخلطه عليها. ايوه صح. بالنسبه للباب بيتحشى لحمه. بيتحشى لحمه مفرومه طبعا. كل سنه وانت طيب، وميرسي على النصايح الجميله اللي انت اديتها لنا ديت. احنا هنا يا جماعه مكاننا في الميدان، في المنشيه، سوق الميدان. انا ما اعرفش احنا هنا فين بالظبط. في انهي مكان دي؟ على قمه شارع اسم الجمرك. تمام. كل سنه وانت طيب. بكام التوم؟ بكام التوم؟ التوم فيه ب5 وفيه ب6 ونص. فيه ب5 وفيه ب6 ونص. الأحمر دوت ده اللي بيتنشف، ده اللي بيتخزن يتحط في البلكونة. والأبيض ده للفرن. للفرم أكتر. أنا شايفاك إن هو مقطع توم كده. بتاع إيه ده؟ بياخدوه كده جاهز على الفرن على طول. بيعمل كام الكيلو؟ ده ب 12. الكيلو ب 12 جنيه. ده جاهز على الفرن على طول. جاهز على الفرن على طول. ودوت ب5 جنيه كيلو. والأحمر عامل 6 جنيه ونص. والبطاطس دي تحمير؟ دي تحمير بكام؟ دي ب 7 ونص. 7 ونص. والبصل 14. والابيض زيه 14. بصوا يا جماعه 14 جنيه.